حضرتك هو طبعا السيد وزير العدل أصدر تصريح امبارح قال فيه إن تطبيق حد الحرابة في المجتمع المصري يعتبر انهيار وهدم للدولة وللقانون. تمام. فأنا استغربت طبعا من تصريحه، لأن المواطن أصبح الآن يقتضي بما أرساه له رئيس البلاد. القانون منتهك تماما، المواطن أصبح لا يهاب القانون، المحاكم أصبحت محاصرة، ضرب القضاء، الاعتداء على السلطة القضائية، أصبح القانون من السهل جدا انتهاكه، لأنهم بيشوفوا كل السلطة الحاكمة تنتهك القانون ولا تحترم القانون. العملية اللي تمت في إحدى قرى المحلة من ضرب وإعدام، نقدر نقول إن ده لغياب الأمن، وأصبح الأمن النهاردة مشغول لرعاية وحماية الأسرة المالكة التي تولت البلاد حاليا. أصبح محمد إبراهيم وزير الداخلية يداه ملوثة بالدماء، يعمل زراعة بطش وضرب وقهر للمواطن المصري إرضاء لجماعة الإخوان المسلمين وإرضاء للسلطة الحاكمة في البلاد. أصبح المواطن النهاردة لم يجد احترامه، لا يحترم القانون، لم يجد السلطة موجودة لحماية الشارع، طبعا. الأمن منفلت تماما. فأصبح بالإضافة إلى أن المواطن أساسا مشحون ومضغوط ومنفعل جدا، لأن لازم تراعي أن المواطن المصري ده مواطن طيب جدا، مواطن ممتاز. وإحنا عمرنا يعني على مدى سنين ما سمعناش حاجة اسمها المرشد ومكتب الإرشاد، لغة جديدة على مجتمعنا، واللغة جافة جدا والتعامل فظ مع الناس. فأصبح المواطن في كل حاجة سياسيا، أمنيا، اقتصاديا، اجتماعيا في أمانه متحطم. فالمواطن عنده انفعالات، فممكن أنه بيختص بنفسه لأي حادث بيرى أمامه في غياب الشرطة. مش عايزينه يحصل، لكن بالأسف الشديد الناس ما بتلاقيش يعني من يقضي لها أو يحميها. طيب خلينا ننتقل